ازيك انت يا ساره؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، اتشرفت بحضرتك جدا جدا وحضرت معاك التدريب، وكان حاجة جميلة جدا الصراحة. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك الله فيك. يخليك الله يخليك. قولي لي. دلوقتي أنا كنت عندي أنا في يعني عايزة أشتغل على حاجة اسمها خدت تمرين أو طريقة إزاي باضيّع الفوبيا والصدمات وعدم الثقة في النفس وحاجات كتيرة جدًا. يعني أنا عاملة hashtag بيقول EFT is a magic key. كويس. من كتر ما أنا شايفة إن ده بيحوّل الإنسان، لإنه كان مطلّعني أنا من أزمة نفسية فظيعة، حوّلني في حتّة تانية خالص. فأنا بقيت عايزة أخدم الناس بيه. صممت إن أنا أتعلّمه يعني، وفعلًا بالفعل اتعلّمت. وحاليًا باخد كورسات coaching والعلاج بخط الزمن، وباعمل تطوُّر برضه بحيث إن أنا أبقى مُلِمّة بأكبر يعني على قد ما أقدر بحيث إن أنا أخدم جلساتي. أنا دلوقتي بدأت جلسات بس مع ناس قريبين منّي، ما باخدش فلوس، نعم. فاهم؟ عملتها كتير جدًا و و و و وشاطرة فيها جدًا، جدًا. أنا عايزة أحوّلها، بقى لي فترة عاملة صفحة، والصفحة دي بانزّل عليها فيديوهات وعاملاها بشكل professional، مش تصوير عند حد، والدنيا شيك أوي يعني. بس مش عارفة أسوّقها ومش عارفة، يعني بادفع إعلانات مش كتير لإن إحنا لسه بنعمل test، بس ما بتحققش خالص، مم. فهي في حاجة غلط في الترجطة، مش عارفة أتارجت الناس، ففي مشاكل مواجهاني في الموضوع. تمام. طريقة التشغيل، الاستراتيجية، الاستهدافات، ميزانية الإعلانات، المنصات اللي أدخل عليها الأفضل ليّا، كل ده أنا مش عارفاه. اوكي. طيب خليني الاول بس اكد معاكي انه احنا السيشن دي مسجله وان شاء الله هتبقى موجوده على اليوتيوب علشان الناس تستفيد برضو من السيشن ان شاء الله. انا هبقى يعني بقرا كده برضو انت قلتي لي حاجات كتيره، بس عايز اقرا كمان اللي انت كاتباه في الفورم. انه انت عايزه ابدا عمل او ابدا عمل خاص في عالم صناعه المعلومات، فاللي انا فاهمه انه احنا لسه في مرحله البري ستارت اب، يعني انا لسه ما بداتش، لسه كل اللي انت بتقوليه ده انا يعني جهزت نفسي، اخدت سيرتيفيكتس معينه او شهادات معينه او بدرس حاجات معينه، لكن لسه ما بقاش في بيزنس على الارض. عملت ترايل، عملت سيشنز مجانيه للاقارب والاصدقاء وهكذا، لكن كلها مجانيه. وقلتي لي وانت بتتكلمي ان كلها ناجحه او كلها جميله جدا او هكذا. فعلًا. آه، طيب يعني دي نقطة هنقف عندها بس سريعا كده وبعدين نكمل. انه طول ما انا بعمل الحاجة مجانا، طبيعي جدا الناس تبقى بتقول لي شابوه وشكرا وربنا يكرمك ويعزك و لان هي مجانا. هقول لك بس حاجة، احنا في عالم البيزنس، لو انت حضرتي معانا التدريب هتلاقي انه في 5 مراحل لنمو البيزنس. المرحلة الاولى اللي اسمها الستارت اب. الستارت اب انا محتاج اركز فيه على حاجة واحدة فقط، الا وهي فاليديشن. ان انا اعمل فاليديشن. يعني ايه فاليديشن؟ يعني اقدر اطلع بشكل سريع جدا نموذج مبسط او مصغر للمنتج او الخدمة اللي انا بعملها، وابيعه بمقابل مالي، واحصل على فيدباك من عميل دفع لي فلوس. آه، إذا أنا ما بِعتش المنتج أو الخدمة بتاعتي بفلوس، حتى وإن كانت بسيطة، حتى وإن كان discounted، حتى وإن كان أي حاجة، ما أقدرش أعتمد الfeedback اللي جاي لي وأنا باعمل مجاني. ما أقدرش أعتمده. أقدر أعتمده على الجانب النفسي وأستشعره وأشوف فعلًا الناس كانت مش عارف إيه، لكن business أنا محتاج اللي بنسميه الminimum viable product أو النموذج المصغر من المنتج بتاعي يتباع بمقابل مالي وآخد معاه feedback. تمام؟ هو أنا إمم. اتفضلي. هو أنا بس يعني يعتبر في 3 case بس اللي أنا عملت لهم بمقابل مالي، و ويعني وواحدة منهم جات لي مرّة وحجزت لبنتها مرّة كمان، بس لسه ما قابلتش بنوتتها. كويس. ف دول بس، يعني دول اللي أنا يعني عن طريق الشغل يعني، إنما ك ك ك كأهل هم اللي أنا اشتغلت عليهم، مش أهل طبعًا، يعني أهل وصحاب، وأنا يعني عارف قُمت يس بيها كده. بس كنت آه. أنا أصل اللي أنا باشتغله ده، أنت بتلاحظ الفرق من قبل ما تقوم من عندي.
يعني أنا مش عارف أنا ما عارف فيهاش الEFT. مجاملات. آه، عارف الEFT، بس أنا تاني باقول لِك في الآخر إحنا بنتكلم على business يا سارة. فالtarget بتاعي تاني في المرحلة الأولى اللي اسمها الstartup هو إن أنا أعمل ده، إنه لإن الاستراتيجية اسمها validation. validation يعني إيه تاني؟ يعني إنه أنا الفكرة اللي في دماغي اللي أنا واقع في غرامها واللي أنا شايف إن أنا هاقدّم فيها حاجة واو، محتاج دليل مادي يقول لي إنه على الأرض دي هتكمّل. طيب والدليل ليه بيكون مالي؟ لإنه خلّينا نتّفق وأنا باكلّمِك ده عن تجربة إذا كنتِ حضرتِ معانا وعارفة الstory. فأنا أول شركة فتحتها يعني كنت عارف ومُدرك وقوي قد إيه وكل الكلام اللطيف ده، بس في الآخر ما كنتش مهتم بإني أعمل validation ماليًا. فكانت في ناس بتيجي وتقول جميل التدريب وما أعرفش إيه وبتاع 3 سنين أنا فلِّست، 3 سنين وأنا باقاوح. فأنا اكتشفت يعني بشكل صعب جدًا إنه ما هو أنت عندك استراتيجية اسمها validation وأنت لسه بتبتدي، ركّز هنا، ركّز هنا. فنصيحتي ليكِ إنه أنتِ محتاجة الأول يبقى تركيزِك المجاني ده أنتِ بتعمليه ليكِ عشان تتستي اللي أنتِ اتعلمتيه وتشوفي مردوده على الناس وهُم قاعدين معاكِ على عيني وعلى راسي. ومعظم مدارس الcoaching أنا ما أعرفش أنتِ دارسة coaching مع أي مدرسة، ICF والّا إيه؟ آه ICF. أوكي. فمعظم المدارس بتقول لِك عشان يعني تبقي عملتِ اللي عليكِ لازم تعملي ما أعرفش كام session مجاني وهكذا. فعلى عيني وعلى راسي، بس أمّا نيجي بقى نحوّل الموضوع لbusiness أنا محتاج أركّز على الجانب المالي من الموضوع. واحد علشان تاني آخُد feedback من حد فعلًا دفع لي فلوس، فهيكون الفلوس بتاعته واجعاه. يا هاخُد حاجة value محترمة قصاد الفلوس اللي دفعتها، يا إمّا هادّي feedback مش ألطف حاجة. تمام. فدي حاجة. الحاجة التانية، أنتِ النهارده علشان تقدري تكمّلي فكرة business، أي business في الحياة وينطبق تحته أو يندرج تحته business عالم صناعة المعلومات أو الcoaching اللي أنتِ فيه. أنتِ محتاجة طول الوقت تطوّري من نفسِك، تتعلمي تستثمري في نفسِك تاني وتالت ورابع. محتاجة يبقى عندِك marketing budget محترمة، محتاجة تعملي personal branding، فمن غير فلوس مهما كانت نيتِك خالصة، مهما كانت درجة إتقانِك للي أنتِ بتعمليه وجودة الخدمات أو المنتجات اللي بتبيعيها، لو ما فيش دعم مالي الرسالة تُقع في الأرض. فهنا ده بيبقى محتاجين بس نعمل الshift ده، إنه تركيزي في المرحلة الأولى إنه أنا عايزة أركّز مع العُملا اللي تقدر تقيّم القيمة بتاعتي أو تقدّر القيمة بتاعتي وتدفع مقابلها مال، علشان أنا أعرف أكمّل، وعلشان الرسالة بتاعتي توصل لأكبر عدد من الناس، وعشان down the road ربنا يكرمني ويمِن عليّا إن شاء الله، وأبقى عاملة personal branding جامد جدًا وعندي followers كتير وعندي customers كتير، أقدر أروح للناس اللي ما تقدرش تستثمر معايا وأعمل أعمال خيرية وأساعد الناس و. لكن لازم أنا أقف على الأرض الأول. make فاهمة، sense؟ فاهمة. طيب فدي أول حاجة. طبعًا ال آمم قُلتِ لي إنه التخصُّص بتاعِك في الEFT. طيب أكتر حاجة واقفة معاكِ تحدّي دلوقتي هو موضوع إنِّك توصلي بقى للناس وكده. طيب أنا ما شُفتش الحقيقة، أنتِ مش حاطّة link للصفحة بتاعتِك أو السوشيال ميديا platform اللي أنتِ موجودة عليه. بس بس عندي. بس خلّيني أسألِك أنتِ مين الideal target audience بتوعِك؟ مين الشريحة المستهدفة اللي أنتِ بتتارجتيها؟ مش أنا اللي باتارجتها، في حد ماسك الصفحة، بس هو بيتارجت الأمراض النفسية، لأ، وبيتارجت لأ، لأ، مش سؤالي كده يا سارة. أنتِ أُمّال. لمّا بدأتِ القصة بتاعة الEFT، أنتِ قعدتِ مع نفسِك وقعدتِ عملتِ brainstorming وعملتِ الexercise اللي شرحناه بتاع إنه أنا إزاي أختار الشريحة المستهدفة قبل ما أعمل marketing، قبل ما أروح وأعمل media buying وأعمل إعلانات والكلام ده. هل قعدتِ مع نفسِك وفكرتِ وعملتِ الexercise بتاع إنه أنا أختار أنسب شريحة مستهدفة أشتغل معاها، فعندِك عنها تصوُّر ووصف وفاهمة تفاصيل حياتهم، والّا ما عملتيش لأ، الexercise مش ده؟ هاكدب عليك، لأ ما عملتهاش، لإن أنا شايفة إن أنا عارف اللي هو بتحل يعني أغلب المشاكل، فاللي هو أي شريحة، بس طبعًا شريحة مادية والّا شريحة عقلية؟ لأ. طيب بُصّي يا ستّي، تاني من الحاجات اللي هنا ممكن تعمل لِك دربكة كتيرة جدًا، ويا رب إن شاء الله الsession دي تكون يعني جاية لِك في وقتها. من أكبر المشاكل بتاعة الbusiness بغض النظر أنتِ بتعملي منتج إيه أو خدمة إيه،
في مطب هنا اسمه إنه المنتج بتاعي ينفع شرايح كتيرة جدًا أو ينفع ناس كتيرة جدًا. عادةً بيُقع في المطب ده الناس بتوع الcoaching والناس بتوع الtraining وهكذا، وأنا وقعت في المطب ده كتير طبعًا. إنه أنا كوليد حياتي اتغيّرت 180 درجة لمّا ظهر في حياتي coach محترم أمين وبس عمل يعني تويكة صغيّرة كده في حياتي، حياتي اتنقلت 180 درجة. فأنا ظنيت إنه بعد ما رُحت بقى درست coaching وخدت certificates و، ظنيت إنه اللي أنا هاقدّمه ده ينفع كل الناس، فبقيت أروح أكلّم كل الناس، ودي كانت الوصفة السحرية لإن أنا ألبس في الحيط. فتاني لمّا رُحت فهمت غلطي فين ودرست عشان أتعلّم، في جملة كده في الbusiness وفي الmarketing تحديدًا بتقول you cannot be everything for everyone. ما ينفعش تكوني كل حاجة لكل الناس، حتى وإن كان اللي أنتِ بتقدّميه ينفع كل الناس. لازم تُقفي الأول وتقولي تاني الstarting point فين، نقطة البداية اللي أنا هاتحرّك منها فين. ونقطة البداية دي لمّا أتكلّم على الشريحة المستهدفة، أنا محتاج أفكّر في 3 حاجات، إذا هتكتبيهم ورايا اتفضل. محتاجة تقيّمي نَفْسِك عليهم score من 1 ل10. أول ماشي، حاجة اتفضل. زي ما قُلت لِك، الشريحة اللي أنا هاستهدفها دي آمم هل هي بالفعل already بتستثمر في نَفْسها في حاجات زي كده؟ يعني هي already مُدركة أو عندها شيء من الوعي إنه أنا سبب الstruggles أو التحديات اللي موجودة في حياتي هو إنه أنا محتاجة حد يشتغل معايا coach، محتاجة مش فهو already مُدرك، الشريحة already مُدركة وalready بتستثمر في نَفْسها. فأنا لو اخترت شريحة دلوقتي لو أنتِ هتقولي لي تعالي نفكّر أنا وأنتِ في أي شريحة دلوقتي، قولي لي أي شريحة أنتِ شايفة إنه هم دول اللي أنا عايزة أشتغل معاهم، اوصفيهم لي كده. يعني الستات في عندهم حلو، مشاكل كتير. حلو، آآ ال أنا باحب الteenagers لإن عندهم مشاكل عدم الثقة والتنمر والكلام ده كلّه. أنا دي حتى مجرباها في ولادي، حلو. فأنا عندي فبتفرق الستات جدًا. وعندي الteenagers وبعدين؟ ولأ، والرجالة عادي لو في أي مشاكل سواء مثلًا ال في مشكلة ما بين مراته، في حاجات كتير للرجالة كمان ما فيش مشكلة فيها. طيب أنتِ معاكِ ورقة وقلم صح؟ آه. طيب أنا عايزِك تكتبي بس ال3 دول، أنتِ قُلتِ الستات الستات الteenagers والرجالة أيوه. اللي عندهم مشاكل كتير جدًا. أنا بس هاقف هنا، أنا طبعًا لو يعني لو نكشتِك أنتِ هتقولي ما شاء الله هتفضلي تعدّدي لي في عدد من الشرايح يعني. بس اللي إحنا قُلناه so far دلوقتي هنشتغل على ال3 دول بس دلوقتي. تمام. اللي إحنا قُلناه ده أنا حاسِّك متوتّرة أو لأ، في لأ، حاجة مش شاغلاكِ متوترة أو ولا حاجة. لأ، 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 خُدي معلش يعني واحدة، 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 واحدة. بس كده تمام، ما فيش حاجة طيب. كده خلاص. اتفضل. طيب ال فال الحاجة الأولى اللي أنا عايز أقف عندها هي فكرة إنه الشريحة مش محددة بشكل أصلًا كافي أصلًا. يعني أمّا أقول الستات يا نهار أبيض! الستات اللي مالهم؟ لأ الستات طبعًا اللي أعمارهم إيه؟ الستات اللي مشاكلهم شكلها إيه؟ اللي جنسيتهم إيه؟ ما عايز أسمع، ففصّصي لي كده كلمة ستات دي، عايزة تشتغلي مع أنهي ستات؟ الأعمار. أصل أنا مش عارفة أحدد ليه، لإن أنا أعرف أشتغل مثلًا على بتوع الكليات، أعرف أشتغل على الأمهات اللي نفسيتها مش مضبوطة مع ولادها، مع أجوازها، يعني الفكرة إن أنا اللي أنا باقدّمه ينفع الجميع، فهأنِّنه إزاي؟ حلو دي أوي. الحاجة اللي عايزة أعرفها من حضرتك. فهنرجع تاني إنه المطب ده منطقي جدًا وبيتكرر مع الناس كلّها، كلّها. بس أنا تاني هنا أنا واقف معاكِ فين وهاستأذنِك تكتبي الكلمة دي وتعملي عليها circle كده، إنه أنا واقف معاكِ على نقطة البداية. نقطة البداية، فأنتِ ينفع جدًا بعد شوية تكلّمي اللي في الكليات والستات الكبيرة واللي متجوزين واللي متطلقين واللي عندهم فوبيا من ما أعرفش إيه، ينفع تكلّمي طوب الأرض. بس أنا واقف في نقطة البداية، لو أنا scattered لو أنا باكلّم كل دول مرّة واحدة، هيحصل كتير. مشكلة هيحصل مشكلة إمم. واحدة من المشاكل الخطيرة جدًا، إنه كلامِك على السوشيال ميديا، على المنصة اللي أنتِ هتختاري تبدئي منها، هيبقى generic. أنتِ بتتكلّمي كلام يلمس كل دول. بس مش هيبقى مؤثّر أوي لشريحة بعينها، فالكلام هيبقى كلام عام،
كلام بيخاطب كل الناس على ليفل المشاعر، على ليفل ما اعرفش ايه، على ليفل ايه. حلو، كلام هيحرك، بس مش هيخلي حد يبقى مقتنع ان انت طوق النجاه بتاعه، لان انت مش متخصصه في حته معينه لوجع معين. فعشان تمام. كده بنقول بس نقطه البدايه واعمل عليها سيركل كده، انه انا بس عايزه اقرر هبدا منين. ف وبعدين بقى وأنا ماشي ده يعني نقطة البداية مش بتحجّم إمكانيات سارة، ولا بتحجّم الpotential اللي عندِك، ولا بتحجّم المستقبل بتاع الbrand بتاعِك، بس كل حاجة ربنا خلقها في الكون بتبدأ من نقطة بداية، صح؟ صح. إمم. فكل اللي أنتِ بتقوليهم تحت أول بند اللي اسمه الستات، إحنا لسه لا اتكلمنا teenagers ولا اتكلمنا رجالة، إحنا بنتكلم بس تمام. الستات. في تحت كلمة ستات دي حدث ولا حرج. أنا عايز أقول سارة دلوقتي لو هتختار شريحة واحدة محددة من وسط كل الستات اللي عندها مشاكل في الكوكب، هتختار أنهي شريحة؟ الستات اللي مالهم؟ المطلقات، شكرًا، المكسورين. شكرًا. فأنا أبقى إمم. كده حجّمت شوية الهيصة اللي أنا داخل عليها دي. يبقى أنا هاتكلم صح. الشريحة الأولى الستات المطلقات، صح كده؟ آه. حلو. اللي هتبقى مطلقة وعندها ولاد والّا مطلقة وما عندهاش، والّا مش فارق إمم. لِك؟ مش هتفرق. ماشي، هي أكيد مش هتفرق، بس عايزين مش نحدد أنهي أكتر هتبقي حاسة إنه لأ أنا في مش هتفرق، بس أنا كسارة لمّا أشتغل في الحتة أصل دي اللي ما عندهاش ولاد هاتحكم فيها أسرع، لإن هي تقول لي 1، 2، 3 هاقول لها 1، 2، 3 هتروح go on، هي هتلاحظ الفرق وهتمشي سكتها. تحفة، ولو عندها ولاد هيعود على بيتها، يعني مش ما لوش علاقة، بس يعني الأسرع يتهيأ لي إن ما لهاش ولاد. ماشي، يبقى إحنا هنبُص على أنا بس بس هاوريكِ أغلب الexercise. المطلقات معاهم ولاد. حلو، يبقى أنا تاني هنا أنا بس هاوريكِ الexercise بنفكّر فيه إزاي، وأنتِ محتاجة ماشي. تروحي تاخديه لعمق أكبر من كده. تمام. فلمّا آجي أبُص كده طيب أكتر المطلقات أكثرهم معاهم ولاد، ومعنى إنه أكثرهم معاهم ولاد يبقى أنا عندي تحت شريحة الستات المطلقات، عندي شريحتين مطلقة وعندها ولاد اللي بنسميها الsingle mom، صح كده؟ إمم. وعندنا الشريحة التانية اللي هي لسه مطلقة وما كانش في أولاد. سارة وهي بتفكّر وهي بترُد على سؤال وليد قالت إنه الأسرع إني أشتغل مع اللي ما عندهاش ولاد، لكن اللي عندها ولاد دول الأكتر، حلو كده؟ صح. فكلمة الأكتر بتقول لي تقريبًا يعني بشكل مبدئي إنه الأكتر دول يبقى في business أكبر هنا، لإنه الشريحة الأكتر هنا، صح؟ صح. طيب فيبقى أنا كده هاروح بشكل مبدئي، اللي أنا باعمله معاكِ ده بشكل مبدئي، يبقى الستات المطلقات اللي اسمهم single moms حلو جدًا. طيب هل هتبدئي نقطة البداية عايزة الشريحة دي تكون بتتارجتي مصر، والّا عايزة نفس الشريحة تكون في الوطن العربي أو في دول معيّنة في الوطن العربي، عايزة نقطة البداية تكون منين؟ أنا يتهيأ لي مصر. ماشي، ليه اتهيأ لِك التهيُّؤ ده؟ مش عارفة، حسيت إن ثقافتنا مش عارفة، يعني ما احتكِّتش بفكر عربي يعني. حلو، ما احتكيتيش، ما عندكيش الexperience مع الوطن العربي، ما لعبتيش اللعبة دي قبل كده. لعبتها في الcoaches لمّا جينا بنعمل training، عملتها بقى مع اللي مش مصريين، أوكي، وكانت عادي أوكي. هياها، مش هاقول لك طبعًا، إنها كانت في اختلاف. طبعًا، طبعًا، لكن على أرض الواقع وأنا شغال هيبقى في اختلاف. على أرض الواقع وأنا باتكلم business هيبقى في اختلاف، لأنه الثقافة مختلفة، التحديات شكلها مختلف، ممكن هتبقى يعني شوية تفاصيل مختلفة. فخلّينا برضه بشكل مبدئي نقول إمم. ال ال النساء المطلقات المصريات الsingle mom اللي already عندهم أولاد. أنا كده خلّيت شكل الشريحة عمّال بيتجسّد، أنا الهدف إن أنا أخلّي الشريحة تبقى متجسّدة قدّامي. عايز بقى كمان أحلّي الموضوع أكتر وأكتر، وادّي لي هذه الشريحة اللي جسّدناها دلوقتي، ادّي لها اسم، عايزين نشوفها كده متجسّدة في خيالنا في الbusiness بتاعنا، ادّي لها اسم client.
أي اسم. المظلومات ولا المظاليم لأ، مش لأ، لأ، عارفة. اسم حقيقي، اسم اسمها حقيقي. إيه؟ زي يعني قُل لي حاجة، يعني قُل لي مثال وأنا لأ، يعني اسم واحدة سِت، اسم واحدة سِت، اسم عادي، زي آه، سارة، آه، زي آه، كذا. آه، آه، شيرين مثلًا، حلو، فشيرين. فأنا عايز كده طول ما نتكلم بقى، طول ما بنتكلم تبقي مفكّرة في شيرين، تمام؟ ماشي، آه، اللي بقينا أنا وأنتِ عارفين مواصفاتها دلوقتي. تمام، طيب ده في حد ذاته دلوقتي كده قبل ما نعمل أي حاجة تانية، لو أنتِ دلوقتي بتفكّري في هذه الشيرين اللي اتكلمنا عنها ووصفناها، تفتكري لو أنتِ طلعتِ تعملي محتوى على السوشيال ميديا أو بتكتبي إيميل عايزة تبعتيه أو بتعملي الويب سايت بتاعِك، الكلام هيبقى محدد أكتر، مركّز أكتر، بيمِس قلب شيرين أكتر، وبالتالي شيرين تبقى مقتنعة بسارة أكتر، والّا البداية اللي أنتِ كنتِ عايزة تبدئيها اللي أنا هاكلم كل الناس دي والرجالة والستات والقريب والبعيد أنهي أقوى؟ لأ، أمّا أبقى محددة هدفي، وأنتِ بتتكلمي مع شيرين، صح، طيب وهيبقى أسهل عليكِ والّا أصعب؟ أسهل، أسهل بكتير. إمم، طيب، فأنا كده مبدئيًا بس حددت الأول بشكل مبدئي تاني، اللي باعمله معاكِ ده بشكل مبدئي، حددنا مين الشريحة الأولى تحت كلمة ستات اللي كانت كبيرة أوي دي. طيب، عايز بقى أمسك شيرين دي وأعمل عليها exercise كده لطيف. أول حاجة زي ما اتفقنا، هل شيرين دي ومن شابه شيرين already بيستثمروا في نفسهم وبيروحوا ياخدوا coaching أو بياخدوا كورسات أو بيحاولوا يلاقوا حلول للمشاكل والمطبات اللي هم عايشينها دي بسبب إن هي انفصلت وبقت single mom already بيعملوا ده؟ في كتير أكترهم بيعملوا ده. شكرًا. فده لو هاحط scale من 1 ل10، حجم الbusiness اللي مع الشريحة دي كام من 10؟ بما إنه كتير بيعملوا ده، وهم 6، أصلًا 7 من كتير. 10. 6، 7 من 10 ماشي، يبقى أدي كده جِبت أول رقم من 10 مهم بالنسبة لي، 6، 7 من 10 اللي هو حجم الbusiness المحتمل مع الشريحة دي يطلع له كام من 10. حطينا كده أول إجابة على أول سؤال مهم. تمام. طيب السؤال التاني، طب ليه برضه هنا هيطلع حد يقول لي: وليد هو يعني هي الدنيا كلّها فلوس، أُمّال coaching إيه ونيلة إيه والvalues بتاعتكم واللي مش عارف إيه وبتاع. نرجع تاني عشان لو الشيطان دخل من المدخل ده، شيطان إنس أو شيطان جِن، اللي هو يعني لا أنتم بقى كلّكم بتوع الcoaching عايزين تعملوا فلوس وما أعرفش إيه. أنا لو ما عرفتش أستثمر في نَفْسي وآخُد شهادات أكتر وأقعد أذاكر أكتر وأقعد أmarket أكتر وأعمل محتوى ليك أكتر ببلاش، لو ما فيش فلوس في الأول مش هاعرف أخدمك. فعشان أنتِ يبقى صح، من جواكِ مقتنعة، فده سؤال مهم أحطه في الأول في بداية لمّا أفكّر أعمل business. يبقى أنا هنا وصلت ل7/10 في أول سؤال. السؤال التاني، هنا بابُص على الbusiness حجمه قد إيه. السؤال التاني الvalue بقى. هو سارة لمّا آجي أحطها قدّام هبة، قُلنا اسمها هبة والّا قُلنا اسمها إيه؟ شيرين شيرين. ماشي. لمّا إمم، لمّا أحُط سارة قدّام شيرين، شيرين في الوضع اللي بتعاني فيه دلوقتي من المشاكل اللي بقت واضحة لينا. سارة القيمة اللي موجودة عندها حقيقي تقدر تساعد شيرين قد إيه؟ كام من 10؟ القيمة اللي عندِك حاليًا مش لسه لمّا كمان تطوّري نفسِك قدّام وتاخدي كورسات، أنتِ هتفضلي تعلّمي نفسِك. 8 سارة من اللي قاعدة 10 قدّامِك، لأ، سارة حلو، لأ 8 من 10 يبقى أنا عندي السؤال رقم 2 القيمة الحقيقية اللي تقدري تقدّميها واخدة 8 من 10. حلو؟ تمام. طيب أروح على السؤال التالت والأخير اللي هو برضه مهم جدًا. درجة استمتاع سارة وهي بتشتغل مع هذه الشيرين، ربنا يحفظكم جميعًا. قد إيه ممكن تكوني مستمتعة وشيرين قاعدة قدّامِك بتقطّع شعرها وبتشكي من الحياة والهَم والضغوط النفسية اللي هي فيها، وأنتِ قاعدة من قلبِك بتحاولي تساعديها تطلع من المأزق ده. قد إيه درجة استمتاعِك وحُبِّك لإنِّك تعملي هذا العمل؟ 10 من 10. حلو، وده معناه إنه لو حتى ما فيش فلوس أنا هابقى مستمتعة وأنا باعمل ده. آه، تحفة، 10 من 10 ممكن تحطّي الرقم ده. فأنا عندي 10 من 10 على السؤال التالت، 8 من 10 السؤال التاني، أدي 18، 7 السؤال الأولاني، يبقى 25، يعني إحنا جايبين 25 من 30 مع الشريحة اللي اسمها شيرين.
إمم. في الوضع الطبيعي اللي فيه عندِك مساحة وقت، أنتِ محتاجة تعملي نفس الexercise مع بقية الشرايح التانية اللي فكّرتِ فيها، اللي ممكن تكون teenager، اللي ممكن تكون بتوع الجامعات، اللي ممكن ده كل ده تحت كلمة ستات، اللي هو فيهم كذا حاجة اسمها آه. ستات. إمم. ممكن أقوم عامل نفس الexercise مع الشريحة التانية اللي إحنا قُلناها teenagers، ممكن تبقى الشريحة التالتة اللي اسمها رجالة، وبعدين هتلاقي نفسِك في الآخر لأ، بس لو أنا هاشتغل مع رجالة درجة استمتاعي مش هتكون زي ما باشتغل مع شيرين مثلًا، درجة إمم. استمتاعي فين فهتلاقي إنه في الآخر الأرقام هي اللي بتقول لِك مختلفة. فين نقطة البداية، ودي اللي أنا عايز أمسكها بس، إنه أنا عايزة أعمل laser focus كده، الenergy بتاعتي دي أروح أحطها كلها 100% مع أي شريحة أبدأ معاها. أنا أتوقع لمّا تعملي الexercise كامل إن هي هتطلع لِك شيرين. يعني ب أنا صح، اخترت صح أهو. بس هو أنا باقول لِك عشان أنا دي ده الخبرة والمجال بتاع شغلي أنا، فأنا عارف إنه إجاباتِك الأولية هتبقى بقدر كبير تميل إلى الحاجات اللي أنتِ عايزة تركّزي فيها، لكن فكرة الخداع اللي بيحصل إن إحنا بنخدع نفسنا، إنه أنا لمّا آجي أبدأ الbusiness قلبي يقول لي وأفرمل عقلي شوية، وقلبي يقول لي إنه الخير اللي عندي ده أنا جرّبته على فلان وعلان وتلتان ومش عارف إيه وبتاع، الخير اللي عندي ده لو طلع لكل الناس هيغيّر ملامح الكوكب، هيغيّر ملامح الكرة الأرضية، والله صح أنا موافق، بس أنا لو رُحت في التوجه ده أنا لا هاغيّر ملامح حد ولا أنا نفسي هاروح في داهية. ف ف مش عايزِك بس نفس الexercise اللي إحنا عملناه ده بعد ما نخلّص مع بعض، تقعدي كده رايقة مع نفسِك، تشوفي كده مزاجِك بيبقى حلو إزاي، وتقعدي تعملي نفس الexercise على 4، 5 شرايح كمان، وتخلّي الأرقام اللي بتطلع الscores اللي أنتِ حطيتيها دي تشاور لِك بالأرقام إنه لأ، هنا نقطة البداية تكون أحسن، وده مش معناه إن أنا هاتجاهل الباقي، وأنا ماشية down إمم. the road ممكن أروح لدول ودول ودول، بس نقطة البداية، الbrand بتاع سارة هيطلع للنور إزاي، إمم. الweb site بتاعِك هيتكلم مع مين، الرسايل والcommunication كلها على السوشيال ميديا هتكلم مين، الإيميلات اللي بتبعتيها هتكلم مين، فنقطة البداية مهمة جدًا لرسم ملامح الbusiness بتاعِك، حلو كده؟ جميل. طيب لو دي يعني بقت راكزة جوّه عقلِك وقلبِك وختمتِ عليها إنه دي نقطة البداية اللي أنا مقتنعة بيها تمامًا، تروحي بقى تتنقلي على فكرة إن أنا أعمل media buying بقى اللي أنتِ بتقوليها دي، إعلانات وtargeting واستهداف وما أعرفش إيه، بقت أهيف من الهيافة، إمم. لإن أنا صح. هاروح على هذا مثلًا هذا الplatform أو قبل ما أقول الplatform، هذه الشيرين اللي إحنا اتفقنا عليها هي نفسها من لمّا أقعد أفكّر فيها وأدرس الشخصية دي، هالاقيها بتحب تكون متواجدة على platform عن واحد تاني، ممكن شيرين دي تكون بتحب تبقى متواجدة على إنستجرام وتيك توك أكتر من فيسبوك، متهيأ لي آه. ممكن تكون بتحب تبقى موجودة على يوتيوب، على LinkedIn لو أنا هاختار شيرين دي تكون كمان هي single mom بس professional وشغّالة في شركات multinational وما أعرفش إيه وبتاع، ممكن تكون ليها profile على LinkedIn وبتروح تدوّر كتير هناك على ما أعرفش إيه I don't know، فأنتِ محتاجة تقعدي تبُصّي على شيرين دي كمان من ضمن دراستِك ليها، هي بتحب تكون موجودة على أنهي platform على أنهي منصة، لمّا بتروح تهرب من الضغوط اللي عليها، بتروح تهرب على أنهي منصة. وده اللي بيحدد لِك أروح أبدأ الشغل بتاعي على أنهي منصة. عندنا الجملة الجميلة بتاعة برضه في الbusiness بتقول we meet people where they are. إحنا بنقابل الناس مكان ما هم موجودين. فهي لو هي موجودة على إنستجرام وتيك توك وييجي لي واحد بتاع يقول لِك أنا أجمد واحد في الكوكب بتاع ماركتينج، تعالي ناخد البادجت بتاعِك ونروح نحطه على فيسبوك عشان فيسبوك ده أجمد حاجة في الدنيا. ماشي، فيسبوك أجمد حاجة في الدنيا، بس شيرين مش بتروح له. فأنا هاروح أجيب ناس تانية مش اللي أنا بادوّر عليهم، وبعدين أرجع أقول أنا باصرف فلوس على الإعلانات وبتيجي لي ناس مش هي اللي أنا عايزاها، فأنا مش باعمل business كويس، ونخش بقى في loop إحنا في غنى عنه. واضحة دي؟ واضحة لِك؟ واضحة. تمام.
من وراها بقى باقول لِك إنه قصة الmedia buying والإعلانات وبتاع هتبقى أسهل شيء ممكن تفكّري فيه، لإنِّك عارفة أنتِ عايزة تكلّمي مين، وعارفة وجعها يعني إيه. يعني اتفضلي. مثلًا لو الteen ages مثلًا التيك توك، نعم. ال المطلقات دول الإنستجرام، الكبار السن الفيسبوك، حلو جدًا. صح صح ما والّا أنا هو غلط؟ طيب خلّيني بقى أقول لِك هنا حاجة مهمة برضه. هنا أنتِ هتبقي يعني واحد ممكن تبقي بتتكلّمي مع الشريحة نَفْسها في الحياة الحقيقية وتسأليهم بجد، يعني تاخدي عينة من هنا وعينة من هنا وعينة من هنا وتسأليهم بجد عشان تتأكدي من اللي أنتِ قُلتيه دلوقتي ده. سيبِك من وليد هيقول لِك صح والّا غلط، سيبِك من أي حد هيقول لِك صح والّا غلط. أنا هاروح لعينة من ال الشرايح دي واسألهم، هو أنتم لمّا بتبقوا مضغوطين، أول حاجة بتروحوا تفتحوها على الموبايل إيه؟ أنهي application؟ ممكن تتفاجئي إنه أصلًا في applications مش موجودة أصلًا على الموبايل بتاع شريحة معينة. ممكن تبقى اللي أنتِ بتقوليه ده 100% صح، فواحد هنسأل الشريحة نفسها هو أنتِ موجودة فين؟ لمّا بتحبي تفُكي من الضغط اللي عندِك، بتروحي على أنهي application على أنهي platform 1. 2 الكلمة دي برضه من الكلمات اللي محتاجة تتكتب ويتحط عليها circle محترمة كبيرة كده. إمم. في الmarketing إحنا بنعمل حاجة اسمها testing. إحنا لا بنسأل وليد ولا بنسأل ممكن نسأل وليد ولا نسأل حد بتاع marketing جامد والّا عشان بس آخُد منّه insights. لكن في الآخر أنا محتاج أعمل testing وأقرا أرقام. الbusiness هو يعني نسبة كبيرة جدًا من نجاحه قدرتِك على قراية الأرقام. فأنا محتاج أروح أعمل test بعد ما سألت الشريحة، أبدأ أحط budget صغير أروح أعمل بيه test على المنصة، وأشوف الشريحة دي جات، الشريحة دي اشترت منّي الخدمات أو المنتجات، الشريحة دي عملت كذا، فأعمل test وآخد مردود الtest ده أبُص عليه وأقرا الأرقام وأعمل analysis وبعدين أقرر الطلعة اللي جاية أستثمر هنا أكتر، أنا اخترت صح، أنا عملت كذا. فهي حلقة تعلُّم عن الbusiness بتاعِك، عن الشريحة بتاعتِك، عن اللي أنتِ بتقدّميه، حلقة من التعلُّم والتطوّر لا تنتهي. أنا already عملت حضرتك قُلته ده، واتعاملت مع عملت تيستات برضه فيسبوك وإنستجرام وتيك توك. التيك توك جالي منه مشاهدات مش أكتر، جالي من الإنستجرام مسدجات مش كتيرة، الفيسبوك جات مسدجات كتيرة بس ما حققتش. بس أنا شايفة إن هُم إن أنا بقى من خلال كلام حضرتك طبعًا واللي أنا جمّعته في الفترة اللي فاتت، إن أنا زي ما حضرتك بتقول كده ما حددتش ففتحت على كُلّه. في الكلام حتى في الفيديوز أنا باتكلم على الطالب اللي ما بيعرفش يحل في الامتحان وأنا باعرف ألحقه، على المخطوبة اللي عندها صدمة من عربية وهي مع خطيبها عملت حادثة. واضح ويمكن القصص دي هي اللي لمست الناس. يعني أنا لاحظته إن أنا الناس بتحب القصص، طبعًا، فلقيت إن القصص هي اللي لمست. طبعًا. بس حققت؟ لأ ما حققتش، عشان واضح آآ إن أنا سايباها مفتوحة زي ما حضرتك قُلت. يس القصص من أروع الحاجات اللي ممكن تعمل الإنسان كلنا كبشر جُبلنا على حُب القصص، كلنا كبشر جُبلنا على حُب القصص. الstories من الحاجات القوية جدًا في الmarketing جدًا، بس الstory ليها وظيفة في الmarketing، ليها وظيفة محددة. القصة ليها وظيفة إنها لمّا تروح عند المتلقي الناحية التانية تفتح قلبه، عشان تاني هو ك ك ك كبشر كإنسان جُبل على حُب القصص، فهي تفتح قلب اللي قدّامِك. فهو القلب اتفتح أهو، عايزة تقولي لي بقى إيه؟ أنا قلبي مفتوح لِك دلوقتي، عايزة تقولي لي إيه؟ فتخيّلي أنا إمم. النهارده مثلًا شريحة من الشرايح اللي أنتِ قُلتيها، أنا راجل وعندي في حياتي traumas وعندي مشاكل وأول business لمّا فشل يعني أنا نفسيتي كانت متدمّرة وحالتي كَرْب. الEFT ينفعني في الحالة دي؟ أنت الEFT ده اللي أنتِ سؤال؟ أيوه باسألِك الEFT ينفعني إن ينفعني. أنا أضبط نفسيتك إن أنت تستقبل الدنيا لأ خير، لأ كويس، أنا هابقى يس، أحسن. فينفعني. فتخيلي حضرتِك طلعتِ لي على فيديو على السوشيال ميديا وبعدين قُمتِ قايلة قصة بتاعة teenager أو البنت اللي عملت حادثة في العربية فمش عارف إيه أو أي حاجة، هي قصة فلمستني، فقُلتيها فأنا قلبي اتفتح وأنا موجوع، قلبي اتفتح على وجع جوّه، صح كده؟
فانا قلبي اتفتح ومستني بقى ساره المنقذه المدربه الكوتش العبقريه في الاي اف تي تقول لي هحل مشكلتي انا ازاي، وانا راجل بزنس، انا بتاع انا راجل، انا مش ست، فدي شريحه ودي شريحه، انا راجل ومشكلتي كانت بزنس. فانت انا فتحت قلبي والوجع بقى مكشوف اهو، حضرتك بتعملي عمليه قلب مفتوح، وبعدين حضرتك سبتيني كده قمت ماشيه رحتي على اوضه عمليات تانية وسايباني أنا قاعد مع في الطلعه. انت تقولي لي هو وليد ما اشتراش ليه؟ انا قلت قصه حلوه على فكره، هو وليد ما خدش كوتشنج سيشن لانك ما كلمتنيش. انت قلتي قصه حلوه قوي، عملت الاثر بتاعها انها فتحت القلب، بس ما كملتيش تقولي لي بقى انا كشريحه مستهدفه هحل مشكلتي بالاي اف تي بتاعك ازاي؟ ما قلتيش. فتاني فاهمه اللي انا بقوله يا ساره؟ فاهمه فاهمه فاهمه. فده اللي انت محتاجه. بصي على اللي فات، اللي انت عملتيه اللي فات ده، انها كانت تجربه، انت اتعلمتي منها حاجات، فهمتي حاجات عن الماركتينج، جربتي حاجات، لكن دي مش نهايه المطاف. اللي حصل بيني وبينك النهارده فتح لك شويه حاجات، هيخليكي تفكري بشكل مختلف، هيخليكي تعملي المحتوى بتاعك بشكل مختلف، تصوري الفيديوهات بشكل مختلف، وتركزي مع شيرين وتبداي تشوفي بقى شيرين. هتبداي تسمعي كلام كده من اجمل الكلمات المؤشره اللي تقول لك انك ماشيه على التراك المظبوط. ايه هي الكلمه دي؟ انا بسمعها كتير بقى في البيزنس بتاعي في امباكت ماستري وهكذا، لما الاقي حد يقول لي انا كنت قاعد على السوشيال ميديا وبعدين لقيتك طلعت قدامي في فيديو وكانك كنت بتكلمني انا حسيت ان الفيديو طالع بيكلمني انا. ايوه، هو ما كانش احساس، هو انا قعدت عملت الهوم ورك بتاعي وكنت مختار الشريحه دي وطالع بكلم الشريحه دي على الوجع بتاع الشريحه دي، وبوصف شكل الحياه ممكن يبقى شكله عامل ازاي لما نتخلص من الوجع ده. فطبيعي الكلام يتلقاه التارجت اودينس انه انت كنت بتكلمني انا يا وليد من ورا الشاشه. لما تسمعي الجمله دي ساره كانت بتكلمني انا، اعرفي ان انت بدات تفكري في الماركتنج بشكل مختلف. واصله؟ مم. يعني مثلا لو انا هاخد المطلقات، يبقى انا اركز الفتره الجايه على الكونتنت كله، يبقى ليهم، يبقى يس الفيديوهات ليهم، على كل المشاكل اللي بتواجههم بعد الطلاق، صح؟ يس واركز يس عليهم هم بس. يبقى معنى مليون في كده ان حتى المية. لو انا صورت قديم ده ما استخدموش، خليه ولا بقى املى بيه موجود. الصفحه؟ لا خليه موجود، بس ما يعني ركزي اللي جاي انك تعملي اللي انت قلتيه ده. كل المحتوى الجديد اللي هتفكري فيه، اللي هتصوريه، اللي هتنزليه، كله بيكلم شيرين. وما تسميهاش تاني بقى المطلقات، ولا سميها شيرين. شيرين. خلي طيب. شيرين دي تعيش جوه دماغك شويه. طيب يعني مثلا واعمل برضو تيستات في المنصات بيها. ممكن تعملي جدا ده طبعا. مهم الكونتنت يبقى موجه لشريحه واحده، وتعملي تستات في المنصات مفيش مشكله. بس افضل ان مم. انت، انه كلمه تيست معناها ان انا هصرف بادجت. اه. فاعمل الهوم ورك بتاعي الاول، انه زي ما قلت لك اسال شيرين دي اللي موجوده في كذا حته دي، اسالها بجد انت بتبقي موجوده على انهي منصه اكتر. يعني مش لازم اعتمد ان انا اروح زي المدفع الرشاش، اروح اعمل تيست على تيك توك وعلى انستجرام وعلى فيسبوك وعلى يوتيوب طب ما انا هصرف كتير قوي كده. في حين ان اه. انا لو سالت شيرين حقيقي على ارض الواقع واللي موجود منها كتير قوي، سؤال بسيط، انت لما بتبقي حابه تفصلي عن الكوكب بتروحي على انهي ابلكيشن؟ فهتقول لك ممكن تطلعي باثنين ثلاثه ابلكيشن، ابدأي منهم. تمام. تمام. ماشي. وصلت؟ وصلت. ده كده يعني ده شق عندي، ده حياتي كلها. انا دلوقتي ده سؤال اخر، يعني سؤال تاني معلش. اتفضلي يا حبيبتي. عندي شركة تانية، انا شاركت شركة جل، وفي مكان خلاص، وخدت لهم قالوا لي هتاخدي نسبة مش كبيرة. هل اكمل ولا انا كده خرجت بره الحوار؟ الحوار مع وليد ولا الحوار بتاع البيزنس؟ في البيزنس. طيب، خلينا نتفق على حاجه مبدئيا. جل اللي هي مين؟ جل بتاعت الاندروير ولا جل ايه بتاعت؟ ما هي دلوقتي بقت بتاعت كله، بيجامات وغيارات وكله. حلو. فبتقولي شاركتهم، يعني خدتي فرانشايز، يعني خدتي خدت اسمهم فرانشايز ليهم، ايوه، في اوكي. مكان ما. فهم مخيريني يا اخد انا التشغيل كامل،
وأنا مسؤولة، هم هيحركوني أو هيوجهوني وأنا مسؤولة عن كل حاجة، أو إن أنا أسلمهم كل حاجة وآخد نسبة ثابتة. طيب دي طبعا ده سؤال برضو جينيريك قوي، لان انت اه بتتكلمي هنا على بيزنس موديل. لازم نبقى قاعدين وباصين على البروس اند كونز، نشوف هنا النسب ايه، وهنا والنسبه دي معاها كونسيكونسز ايه، معاها توابع ايه، انا هشيل مسؤوليه ايه، وانا عندي القدره دي دلوقتي ولا لا. فمحتاج يتعمل كومباريزن مظبوطه، مقارنه مظبوطه من اكتر من زاويه عشان نعرف نوصل لقرار يعني الاصوب ان شاء الله. مظبوط. اه لكن ردي على سؤالك هيكون في حته تانية، يعني ردي على سؤالك هيبقى له زاويه تانية خالص. تمام. كلمة بيزنس يا سارة، انت الباك جراوند بتاعتك ايه اصلا؟ يعني انت اشتغلتي ايه قبل كده ولا؟ عندي شغل في الملابس في اسكندرية، وعندي يعني واخدة فرنشايز بس لوكال براند هناك في اسكندرية، وهنا جيت خدت ده هنا في القاهرة. اوكي. طيب وده بقاله كام سنة الشغل بتاع الملابس ده؟ اشتغلتيه كام سنة؟ لا أنا اشتغلت في الملابس من سنين طويلة بس بطرق مختلفة. يعني آخر حاجة اللي هو الفرنشايز اللوكال ده لسه ما بقالوش سنة. اللي قبل كده كنت بشتغل استوكات، وكنت بشتغل لبس عادي وأطفال يعني، كل مرة بس في حتة شكل مش ثابتة على وتيرة واحدة. اوكي. طيب انا اللي انا عايز اقوله من ورا الاسئلة اللي بسألها لك، انه كلمة بيزنس ممكن تكون عند اي انسان بيحب يعمل ده، واضح ان انت بتحبي تعملي ده. واحده من امتع متع الدنيا ان انا اران ماي اون شو، يبقى انا بعمل حاجه بتاعتي انا، مش شغال عند حد، بشتغل بدماغي بمعاييري وهكذا. فممكن تكون واحده من امتع التجارب الانسانيه، وممكن تكون واحده من افضل الطرق اللي بتوصل قدام الى الحريه الماليه، لانك تقدري لما تفهمي بيزنس اكتر وتطوري نفسك اكتر تقدري تعملي ربح كويس وهكذا. بس في نفس الوقت هي واحده من اشق المسؤوليات اللي موجوده في الكوكب، انك تدوري بيزنس، انك تبداي بيزنس، وانك تدوريه، وانك تكبريه. واحده من اكتر الحاجات المجهده ذهنيا وبدنيا اللي ممكن تهد حيل اي انسان. ولذلك هنا بقى بقول ده ليه؟ انه عشان انا النهارده اكون عايزه ابدا بزنس في الاي اف تي، اللي هو في بزنس اسمه عالم صناعه المعلومات. انا في الاخر ببيع معلومه، ببيع نصيحه، ببيع كلام. ده بزنس محترم جدا وله قصته بالطول وبالعرض. وفي بزنس تاني اللي هو زي المجال بتاع اللي انت بتتكلمي فيه، مجال الملابس وهكذا. فانا مبدئيا حاطط على نفسي حمل الاجهاد الذهني والبدني و في صناعتين مختلفتين تماما، وانا لسه لا قويه هنا ولا قويه هنا. ممكن يكون عندك شويه خبرات متناثره زي ما قلتي في موضوع الملابس، بس من اللي انت بتقوليه لي انه يعني بشكل مختلف هنا، ولعبت شويه هنا وعملت هنا شويه وما اعرفش ايه. فانت لسه ما جبتيش قلب الصناعه بتاعت الملابس. ده فيلم، دي صناعه، ده عالم. وعالم صناعه المعلومات عالم، والاتنين كل واحد فيهم اسمه بيزنس اللي هو اصلا تاني مجهد جدا. فنصيحتي ليكي انت برضو محتاجه تركزي. انا سنتين ثلاثه اللي جايين دول انا عايزه ابني بيزنس واعيش فيه ليل ونهار في انهي حته. خلاص حاجة جاوبتني على حاجة أنا كنت عايزة أسأل، يعني من غير ما حاجة جاوبتني على موضوع مهم بالنسبة لي، خلاص بالطريقة اللي حضرتك جاوبت بيها. بس دلوقتي هل صناعة المعلومات، بزنس صناعة المعلومات اللي احنا فيه ده، هل ده ممكن يوصلني للدخل المحترم أو الراحة المادية في يوم من الأيام؟ مليون في المية. أنا حباه جدا جدا. طيب مليون في المية. بس برضو لو فهمتي حاجة مهمة جدا تفهميها في هذا البيزنس. بيزنس عالم صناعة المعلومات تاني، انت سمعتي مني يمكن قبل كده لما قلت الإحصائيات، في كورونا كان بيعمل 300 مليون دولار في السنة على مستوى العالم. من سنتين وصل لمليار دولار كل يوم على مستوى العالم. فاحنا العالم عمال بيزداد تطور بشكل مرعب وشكل سريع جدا، ومع زيادة التطور اللي بيحصل في العالم بيفضل الانسان يعاني اكتر. يعني المفروض التطور يساعدنا نعيش حياتنا افضل، لا التطور بيخلينا نعيش حياتنا انيل. يعني بتفضل تطلع لنا احتياجات وضغوط نفسية ومحتاجين حد ياخد بايدينا طول الوقت. فالاحتياج طول الوقت على صناعة المعلومات متزايد
لانه احتياجات البشر طول الوقت لغايه يوم القيامه متزايده. ده صح. كده شق، ده شق. طيب الشق الثاني، انا محتاج لما افكر في هذا العالم ابقى بفكر طول الوقت ان انا ببني اللي انا بسميه البلوك باستر، اللي هو لما بعمل مثلا كورس اونلاين انا بقعد اركز واحضر واطلع كورس محترم جدا، الهدف منه انه يعمل ترانسفورميشن للي هيحضر الدوره دي، مش انه يسمع معلومات. المعلومات موجوده في زماننا على الاي اي، يعني كده اجيب معلومات من المريخ. لكن لما اقعد مع نفسي واركز، واركز دي انت عندك محتاجه تحطي تحتها 100 خط. لما اقعد مع نفسي واركز واصنع برنامج تدريبي، انا محتاج اصنع برنامج تدريبي واو، زي ما بحب اسميه كده وورلد كلاس، يعني حاجه مش زي اي حاجه موجوده في السوق، اعمل حاجه يونيك، حاجه فيها بصمه ساره. حلو كده. امم. طب ده رقم 2. رقم 3، محتاجه تفهمي مبدأ مهم جدا في عالم صناعه المعلومات، انه في حاجه اسمها الفاليو لادر. انا اديتك النهارده حاجات كتير، ممكن ان شاء الله تكوني بتاخدي نوتس وترجعي تتفرجي على الفيديو ده تاني، لانه في امم. حاجات مهمه محتاجه تسينك ان، محتاجه تخمر. في حاجه اسمها الفاليو لادر في هذا العالم بتاعنا. الفاليو لادر هو بيقول شيرين لما هتجيلك، شيرين هتبقى في يعني خابطه في القاع بتاع الالم بتاعها. حلو. امم. وشيرين عندها رحله من التطور والوعي علشان توصل للمنطقه اللي بقت فيها النهارده ساره من الوعي والادراك وتعيش حياتها زي ما تحب بالشكل اللي هي بتحبه. ففي عندها رحله من التطور. طيب الرحله دي ممكن شيرين تتعلمها من ساره عن طريق برنامج تدريبي اونلاين مسجل ساره حطت قلبها فيه. ساره حطت كل اللي بتعرفه وهي مركزه مع شيرين ازاي تمشيها ستيبس لغايه لما شيرين توصل لبر الامان. مركزه معايا؟ فاهمة. ساره طلع عينيها علشان تعمل البرنامج ده بما يرضي الله، اللي هيساعد شيرين توصل من منطقه 0 لمنطقه 10. والكورس ده مسجل اونلاين. طيب ادي كده طريقه انه شيرين حياتها تتغير، يحصل ترانسفورميشن. الطريقه الثانيه انه شيرين تشتغل مع ساره 1 تو 1. كل عقبه صغيره، كل مايند سيت محتاج يتغير، كل شعور تعب شيرين محتاجه تروح تقعد تاخد وقت مع ساره وتتناقش فيه وتحله معاها، وساره تساعدها وهكذا. طيب الاثنين هيوصلوا شيرين، بس الاثنين ليهم مردود مختلف عند ساره. ساره لو عملت الكورس بما يرضي الله في كل المعلومات اللي تساعد شيرين، تقدر تبيع من الكورس ده مليون نسخه، مليون نسخه، وهي قاعده بتحضر لكورس جديد، قاعده بتطور نفسها، بتسافر عشان تتعلم اكتر عشان تساعد شيرين اكتر. فده اسمه باسيف انكم. الفلوس بتجيلك، انت تعبتي قوي عشان تطلعي المنتج مره واحده، بس الفلوس شغاله عماله بتجيلك، وانت بتعملي حاجات تانية، بتطوري نفسك، بتستثمري في نفسك، بتتعلمي حاجات عن البيزنس و او الناحيه التانية انه حضرتك كل شيرين اللي جايين لك بيقعدوا معاكي 1 تو 1. ف 1 تو 1 حضرتك اخرك يوم ما تعملي كوتشنج سيشن 1 تو 1 وتطلعيها من قلبك، عشان هو المفتاح في عالم صناعه المعلومات انك تكوني امينه جدا وبتطلعي قيمه حقيقيه جدا. اخرك تعملي كام سيشن في اليوم؟ 5. 5. امم. 5 ده بالنسبه لي انا، بما انه انا في المجال بتاع الكوتشنج، 5 ده انت على اخر اليوم هيكون بنزينك مفيش بربع جنيه باقي بنزين، وانت بتشتغلي من قلبك، هتكوني خلاص حيلك اتهد. صح ولا؟ صح. طيب فانا حطيت سقف لنفسي في ال1 تو 1 ان انا 5 سيشن في اليوم، حتى وان كان قيمتهم عاليه شويه، بس انا ده السقف بتاعي، ما اقدرش ازود عن كده. وبالتالي فكره ان انا اقدر اوصل لحريه ماليه او اوصل لاثر اكبر او اوصل لعدد من الشيرين اكتر في العالم، بقى له سقف، مش قادره خلاص، مش هقدر.
لكن التركيز على إن أنا أعمل هذا الكورس العظيم الجميل اللي حطيت فيه قلبي ويطلع بما يرضي الله قوي جدًا، هو ده الطريق اللي محتاجة برضه تركّزي فيه في نقطة البداية، إنِّك تعملي حاجة تعمل لِك passive income، حاجة قوية جدًا بتتباع وتحدث الأثر وأنتِ مش موجودة. فهمتِ إمم، القصة بتاعة الvalue ladder؟ فهمت. دي طبعًا عكس تمامًا برضه اللي أنتم بتتعلموه في الICF، ومع كامل احترامي ومدارس كتيرة في الcoaching، إنه روحوا اشتغلوا one to one، روحوا اشتغلوا one to one دي على طول آه. المفروض تكون أعلى قيمة أصلًا باطلب قصادها فلوس، لإنه دي بتاخد من روحي ومن وقتي ومن عمري وبتقلل احتمالية تطوّري، فلازم يكون أصلًا المعروض منها قليل وقيمته عالية. أنتم بتروحوا أول ما تبدأوا ما عنديش مشكلة خالص إن أول ما تبدئي تعملي من ده كتير ببلاش، ما عنديش مشكلة، عشان أنتِ لسه بتتعلمي وبتقوي عضلاتِك كcoach، لكن لمّا آجي أبدأ الbusiness ما أبدأش من هنا. فالshort answer على سؤالِك، عالم صناعة المعلومات ممكن يوصّلني للحرية المالية؟ absolutely 100%، بس لو فهمتِ أصلًا العالم ده، عشان كده هارجع أقول لِك تاني، كل business، كل نوع business في هذا الكوكب له الins والouts بتاعته، له تفاصيله، له الخبايا بتاعته، فلمّا تبقي تاني عمّالة تجري في عالم صناعة المعلومات شوية، وتجري في الملابس شوية، وبعدين بكرة تيجي لِك فكرة تالتة تجري فيها شوية وتقولي أنا super woman، أنتِ هتمشّي اللعبة بس هتبقي average، بتهدّي إمم، حيلِك. فاهمة. great. لأ، لأ أنا مبسوطة لأ طبعًا إن حضرتك هي بس الفكرة إن أنا في السوشيال ميديا باخاف أو يعني مش شطورة. ف ف إن أنا أعمل محتوى وإن أنا أبيعه وإن أنا يعني بالنسبة لي الone to one أسهل وبادّي فيه، بس عشان كده قُلت لحضرتك عشان تفكيري كان مقتصر عليه، عشان كده قُلت لحضرتك طب مش كده هاعرف أحقق الذمة المالية، لإن في يوم هييجي لك وفي يوم مش هييجي، يوم هييجي 2 ويوم هييجي 5 مش شرط كل يوم، فهل ده هيكفيني؟ أنا مش شايفة إن ده لأ، وأنا لو رُحت إنه هييجي لِك يا ستّي أنا هاعمل لِك marketing وهاقعد أشتغل معاكِ strategy وهاعمل لِك marketing جامد جدًا، ف هاملا لِك الكالندر بتاعِك، هاملاه، كل يوم هيبقى عندِك 5، هتجيبي مش صحة ه منين؟ مش هاقدر. طب لو أنتِ قادرة النهارده بعد 3، 4، 5 سنين من النهارده هتقدري؟ لأ طبعًا، لا، لأ. مش ممكن، مش ممكن، لكن أنا النهارده أ أ النهارده لو أنا وأنتِ بنتفرّج على I don't know، هاخد مثال يعني، لو كان الله يرحمه الدكتور مصطفى محمود مثلًا مسجّل programs online، الراجل خلاص في عالم تاني دلوقتي، كنا نقدر نستفيد من علمه؟ لأ، ما كناش هنستفيد. لا هنستفيد، لو هو مسجّل لو مش علمه ده، مسجل، لو أنا مش باقول مسجل. لو مسجّل، باقول لو مسجّل لو مسجل لأ طبعًا هنستفيد خلاص ده هنست لكل الأجيال كمان. وحتى هو لأحفاده هو، يعني ممكن يبقى recurring income، فلوس جاية كمان لأحفاده لو إنه الموضوع اتبنى صح. أيوه صح. فدي الفكرة بتاعة الأونلاين، تاني ما بنقولش إحنا مش هنعمل one to one، بس القصة بتاعة الvalue ladder دي ليها تفاصيل تانية، أنا اديتِك بس العنوان يعني وشرحته لِك، لكن ليها تفاصيل تانية، لمّا بابني business في عالم صناعة المعلومات، محتاج أبنيه بmix بتشكيلة معيّنة من مجموعة برامج وأفكار وهكذا، بيبقى ليها طريقة يعني، لكن definitely ما ابقاش من أول ما بابدأ باركّز على الone to one وأفضل أقضّي فيه حياتي يعني. أيوه فاهمة. يعني نعمل استراتيجية بس أنا اللي فكّرت فيه إن أنا أعمل سيمينارات وحاجات كده، يعني دي كانت ممكن قُلت أعملها مثلًا الأول أبدأ بيها في النوادي وبعد كده يعني أطوّر منها. بُصّي تاني بقى في 60,000 حاجة، لإنه تحت كلمة عالم صناعة المعلومات اللي هو business منفصل عن أي business تاني، في استراتيجيات كتير ممكن نقعد نفكّر فيها ونشتغلها مع بعض، لكن أنتِ محتاجة تبقي فاهمة الend in mind، الحاجة اللي أنا هابقى من ورا الاستراتيجي عايزة أوصل لها، وأنتِ من ورا الاستراتيجي اللي عايزة توصلي له، هو إنِّك يبقى عندِك مبيعات كبيرة من الكورسات المسجلة أونلاين المحترمة، اللي فيها قيمة عالية، اللي بتساعد شيرين ومن شابه بعدين يحصل على قيمة بجد في حياته، ده الend in طيب mind. طب دلوقتي ده شيرين،
احنا دلوقتي شيرين، بعد كده بقى يعني هيبقى كورس لشيرين وكورس لاحمد وكورس كده. يس، لما اه لما العضله دي تقوى وتفهمي بقى يعني ايه بيزنس عالم صناعه المعلومات بتفاصيله بقى بسلطاته بابا غنوجه، هتبقي قادره بقى اللي هو يلا هخش الشريحه الثانيه والثالثه، وطب وازاي ممكن اعمل حاجه تجمع الناس ديت في بروجرام مختلف، بس يبقى بيخاطب كل واحد من الزاويه بتاعته. هيبقى عندك عضلات انت مش هتتخيليها دلوقتي، لكن هيبقى عندك عضلات انك تقدري تجمعي اكتر من شريحه وتدي لهم فاليو خطيره جدا وتساعدهم بجد، فهتبقي محترفه. ودي تاني اللي احنا، وانا ليه البرنامج الاساسي بتاعي سميته امباكت ماستري. مم. انه واحد امباكت، انه تاني لو انت هتخش عالم صناعه المعلومات و و و ومش عايز تعمل امباكت، مش عايز تعمل اثر حقيقي في حياه الشريحه المستهدفه بتاعك، ارجوك ما تدخلش العالم ده، لانه الناس مش ناقصه وجع قلب. يعني ما تخشش حضرتك عايز تعمل سبوبه وتبوظ حياتهم، مش هيستقر الموضوع ومش هيكمل. فدي اول حاجه تحت كلمه امباكت، انه يبقى عندك رغبه حقيقيه ودافع حقيقي من قلبك انك تنفع الناس باللي عندك. دي كلمه امباكت. ماستري بقى ده التحدي التاني، ان لو حضرتك عايز تنجح في المجال ده بتاع عالم صناعه المعلومات واحداث الاثر في حياه الناس، لازم تتعلم انك هتمشي في رحله انك تبقى ماستر. ورحله انك تبقى ماستر دي هي هتتطلب منك انك تركز، انك تعطي، تاخد فيدباك، تطور، تحسن، تبقى ماستر، تتعلم الصنعه دي. ودي صنعه زيها زي اي صنعه، محتاجه وقت وصبر وتعلم وتطوير مستمر. فلما تلمي الليله دي وانت ماشيه بقى في رحله النمو بتاعتك انت كبزنس اونر في عالم صناعه المعلومات، هتلاقي نفسك بقى بقيتي عامله زي المايسترو. مم. يعني لما تروحي عند الناس اللي بتعمل الحريه الماليه من ورا الصناعه دي وتروحي عندها، هتلاقي الويب سايت بتاعها، انت من اول ما تروحي على الويب سايت اترسم لك ممر تمشي فيه لمده 6 شهور قدام. وهو صاحب البراند اصلا ممكن يكون بيعمل حاجه تانية، قاعد في المالديفز بيصيف يعني. اه بس هو قعد سنين يفهم الصنعه دي بتشتغل ازاي، ويبني الماشين دي اللي بتعمل اثر وتغير حياه الناس وتعمل له فلوس. فعشان كده هاكد تاني على الجمله دي واقف عندها. محتاجه تركزي يا ساره، مم. محتاجه تركزي بالعرض. طيب والفيدباك، حضرتك قلت لي لازم اخد فيدباك في كل حاجه، دي اهم حاجه. من عملاء، دفعوا لك فلوس. من عملاء دفعوا لي فلوس، تمام. انا لو قلت لك دلوقتي شيرين لو قلت لك دلوقتي ساره، ايه رايك في السيشن اللي قعدنا مع بعض سيشن ساعه، ايه رايك فيها؟ قصدي حضرتك لازم ان انا أقول يعني هي دي حقيقه والله، لا طبعا انا مستمتعه وناجحه جدا، يعني استفدت بحاجات كتير. حلو. فهتقولي لي مستمتعه واستفدت بحاجات كتير ونورت لي حاجات كتيره وربنا يكرمك، حلو جدا. لو انت مم. دافعه فلوس للسيشن دي، هتحتاجي تقولي كلام حقيقي، التون هيختلف. يا استفدتي حقيقي، فهتقولي واو، انا بقالي 5 سنين ولا 3 سنين ولا بتاع بلعب اللعبه غلط، انا عايز اكمل مع وليد، انا هدفع لوليد وعايز اكمل معاه ويبقى هو الجايد بتاعي، يبقى المنتور بتاعي، يبقى الكوتش بتاعي. هتعملي كده، او هتقولي للسيلز تيم اللي باع لك السيشن انه والله يعني انا استمتعت بالسيشن، بس بصراحه يعني الفيز بتاعتها غاليه جدا على ان انا ادفع الفلوس دي مقابل اللي انا اخدته ده. فاللي دفع نظريه. فلوس اللي دفع فلوس الفيدباك بتاعه مختلف تماما عن حد حضر مجانا في اي حاجه في الدنيا، في اي حاجه في الدنيا. فعشان كده بقول الفيدباك من عميل حقيقي دفع فلوس، لانه انا عايز اطور نفسي. طيب انا لو انا نزلت الفيدباك، انا طبعا اصلا الفيدباك بالنسبه لي انا كنت بخاف، ما بقتش بخاف زي الاول، وانا حسيت بالفرق. فالفيدباك بتاعي ما فيهوش ديتيلز، فعادي عندي مثلا فويس نوتس، عندي في واحده مصوره اوريدي مش عارفه ايه، انزل الحاجات دي حاجات تخدمني ولا طيب آه انت عامله هنا خلط ما بين حاجتين، ما بين كلمه فيدباك وما بين تستمونيال. الفيدباك انا عايزه ليا انا عشان انا اطور من نفسي، انا كمقدم خدمه عايز فيدباك علشان اطور الخدمه بتاعتي واطور من نفسي.
الtestimonial أنا باستخدمه في التسويق عشان الناس تشوف دلائل إنه أنا إنسان صادق، عندي عُملا بجد وقالوا لي وخدوا الخدمة وبيشكروا فيها، فهي أداة للتسويق. اللي أنتِ بتقولي عليه ده testimonial، ده أداة تسويقية تستخدميها، طبعًا تستخدميها، بس لمّا تعملي اللي إحنا قُلناه في الsession النهارده وتاني هاطلب منِّك ترجعي تتفرّجي عليها تاني، تاخدي notes تاني. لمّا تعملي اللي إحنا اتكلمنا فيه النهارده، الtestimonial اللي هيحضر معاكِ session مدفوعة، كلامه هيختلف عن إنه يبقى لأ وحياتي فرقت قبل وبعد وكلام يبقى عام كده، لإنِّك تاني أنتِ هتبقي مركّزة على حل مشكلة معيّنة لشريحة معيّنة، هتاخدي testimonial مختلف. بالعكس هتسمعي أنا فعلًا في case عملتها وقالتها لي بالdetails بالفرق اللي حصل. أنا قُلت لها بلاش أكتب لِك يعني يعني ما تخلّيهاش، خلّي سرِّك ليكِ. بالعكس أنا اتصرّفت غلط بقى. طبعًا. ده أنا هي البنت بعتت وأنا اللي قُلت لها لأ، قولي حاجات مبسّطة واضحة وخلاص، لأ طبعًا، مش لازم يعرفوا مشكلتِك الأساسية. لأ، ما هو لإن مشكلتها الأساسية دي هتروح، لإن دي قصة، مشكلتها الأساسية دي قصة، هتروح آه. تفتح قلوب ملايين المتابعين إنهم يسمعوا القصة، فالقلوب اتفتحت، بعدين يعرفوا من ورا القصة الحقيقية إنه سارة قدرت تساعد المتدربة دي إنها تقفل الوجع، تطهّره وتقفله، فكل اللي هيبقى بيسمع هيبُص إنه واو! أوكي، لأ سارة أنا ممكن أفكّر فيها إنها تبقى الcoach بتاعي، ممكن أروح أستثمر معاها، لكن لو باقول حاجات بسيطة وعامة تاني ماشي، ما يعني أوكي، حلو، ما هنمصمص شفايفنا وخلاص يعني. طب يعني ال دلوقتي الاستراتيجي إن هي هيبقى فيها، يعني مثلًا إحنا قُلنا اللي هي الكورسات ودي حضرتك قُلتها شجّعتها جدًا. الكورسات وفي ممكن أنا أدرّب، يعني أنا ممكن أدرّب الطريقة دي. ما دي اللي كنت عايزة أعمله في السيمينار، إن أنا هاورّيهم مثال example مثلًا وأقول لهم اعملوا كده وقت ما تحسّوا بكذا. نعم، أيوه، ده بقى تاني سؤال. يعني أيوه السؤال إن يبقى أنا عايزة أعدّد يعني مثلًا قُلنا السيمينار، قُلنا الكورسات، قُلنا الone to one. في حاجة تانية ممكن في المجال ده أتطوّر فيها؟ في يا سارة، بس تاني أنتِ بتسألي على عالم، على business مليان تفاصيل، يعني وأنا باقول لِك تاني وإحنا هنقفل الsession، أنتِ عندِك challenge واحد محتاجة تركّزي عليه، ألا وهو التركيز، يعني أنتِ مش محتاجة تعرفي تاني إنه تحت عالم بس صناعة فهمت. المعلومات في عندِك كذا، وكذا، 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 وتروحي أجرّب وأطوّر نفسي في كل دول، أنا عايزِك تركّزي في حاجة واحدة وتطوّري نفسِك فيها، أنا عايزِك أيوه، تركّزي في إنِّك أنا كنت هاخد واحد يعني مش كلّه، يعني كنت مش بس أبقى محتاجة عارفة لأ، مش محتاجة مجالاتها تبقي إيه. عارفة، مش تمام. محتاجة تبقي عارفة، محتاجة تركّزي دلوقتي على الخطوة اللي قدّامِك دلوقتي، أنا مش محتاجة لإنه تاني أنا باكلّمِك من على الأرض، من تجربة شخصية، وبعد ما درّبت آلاف المتدربين، مَطَب عندنا في الوطن العربي، إنه أنا بس عايز أبقى عارف، مش لازم تبقى عارف، أنت محتاج تبقى عارف الخطوة اللي جاية من المكان اللي أنا واقف فيه، الخطوة اللي جاية إيه أحسن خطوة أعملها، وأحُط تركيز 100% من طاقتي ووقتي ومجهودي في الخطوة اللي جاية، ولمّا أوصل لها أبقى تمام. أفكّر في اللي بعدها، وهكذا، أوكي؟ أوكي. طيب أنا أنا مش متشكر عارفة أشكر جدًا حضرتك على ألف، ألف شكر فعلًا، يعني حضرتك فدتني إفادة، جزاك الله خيرًا. وإن شاء الله نبقى مع بعض في impact mastery. أنا فعلًا دخلت مع حضرتك واستفدت جدًا، جدًا في الحلقات اللي قبل كده، وكذا مرّة أُقدم إن أنا فعلًا already آخُد، يعني إن أنا أبدأ يعني آخُد خطوة وأدفع وكده، بس كانت الظروف هي اللي دايمًا بتعوق منّي، يعني ظروفي الشخصية مش ما لهاش علاقة بحضرتك خالص يعني. إن شاء كل الله حاجة ربنا في وقتها، يقدّرني. كل حاجة في طبعًا. وقتها everything happen for a reason. أنا انبسطت جدًا بالsession معاكِ النهارده، أسئلتِك قوية، وإن شاء الله، إن شاء الله هتبقى كمان بتفتّح مدارك وبتفيد ناس كتيرة جدًا ممكن تتفرّج عليها، إن فأنا اللي شاء الله. متشكر على الوقت ده، وباتمنى لِك التوفيق يا سارة. ألف، ألف شكر، ميرسي لحضرتك جدًا وعلى وقت حضرتك، ألف شكر. شكرًا ليكِ، مع السلامة.